بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي ويا إخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. كل عام وأنتم جميعا بخير، كل المسلمين في كل أرض وفي كل زمان وفي كل مكان يا رب، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة 10 ذو الحجة وبمناسبة الحج وبمناسبة العيد الأضحى، ربنا يعودها عليكم وعلينا وعلى المسلمين أجمعين يا رب، ويسر الأمور للجميع، واللي مريض ربنا يشفيه يا رب، اللهم أمين. المريض ربنا يشفيه، واللي مشتاق للذرية ربنا يرزقه الذرية الصالحة يا رب، واللي عنده حد في الحج يرجع له بألف سلامة يا رب، يبقى حج مبرور عليه كده يا رب، وربنا يرجعهم مجبورين الخاطر يا رب. كل الحجاج من كل بلد ومن كل مكان يا رب، ربنا يرجعهم، يتقبل منهم يا رب، اللهم امين. تقبل من الحجاج اجمعين يا رب، ويرجعهم مجبورين الخاطر يا رب، اللهم رجعهم مجبورين الخاطر يا رب. جميع الحجاج، جميع البلاد، من جميع البلاد يا رب. طبعا الحجاج يا جماعة بيبقوا من جميع البلاد العربية واللي مش، يعني جميع البلاد الأجنبية والعربية وكل البلاد والخليجية، كله بيبقى فيه في الحج دي، بيبقى موجود من جميع البلاد، من جميع البلاد، من أحياء العالم كله بيبقى موجود في الحج. ويوم عرفة دي بيبقى يوم جميل أوي أوي أوي، بيبقى له روحانية كده يا جماعة. ربنا يا رب اللي مشتاق ربنا ينولها له يا رب، اللهم آمين. ربنا ينول للي مشتاق يا رب، اللهم امين. ينول للي مشتاق يا رب الحج، يحج بيت الله ويزور الرسول ويوقف ويروح منى ومزدلفة وعرفة وربنا يا رب كده ييسر الامور للحج. كم مناسك يا جماعة، مناسك كتير مش حاجة واحدة، يعني مش زي العمرة بنروح نعتمر في مكة ونروح نزور الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي بتيسر له الأمور بيروح يزور الرسول، واللي مش متيسر له بيعمل عمرة عادي. الزيارة سنة، لكن العمرة بتبقى يعني ايه، يعني لازم تبقى كاملة، لها مناسك لازم تبقى مناسكها كاملة العمرة، لكن الزيارة سنة. طبعا احنا بنشتاق أوي نزور الرسول عليه الصلاة والسلام، لما بنروح نعمل العمرة بنبقى مشتاقين قوي، بس لو ربنا يسر لنا بنروح، ربنا ما يسرش ويعني الوقت ضيق كده بنعمل العمرة وبنرجع، ما بنروحش الزيارة، يعني ما بنروحش الزيارة الا من حين لاخر، مش كل عمرة يعني بنعمل ايه الزيارة. فربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق، اللهم امين يا رب، ورجع كل الحجاج مجبورين الخاطر وتقبل منهم يا رب، ورجعهم مجبورين الخاطر يا رب، اللهم امين. اللهم رجع كل اللي له حد في الحج يرجعوا مجبور الخاطر من كل بلد ومن كل مكان يا رب، اللهم امين. اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب بحق هذه الايام المفترجه يا رب. والصيام برضو ربنا يسر الصيام وعمل الصيام ده يا جماعة، عشان اللي مش قادر يروح الحج في الأيام دي وكان مشتاق ونفسه يروح، فربنا بيدوله الأجر الكبير في الصيام برضو، في اللي هم 10 اللي ذو الحجة دول، يعني ربنا بيدوله الأجر، بيدوله أجر كبير أوي أوي أوي، عشان برضو يعني إيه إنه مشتاق إن راح الحج ومش قادر، فربنا بقى بيدوله برضو أجر، يعني بياخد برضو في 10 دول أجر كبير. فربنا يتقبل مننا والمسلمين أجمعين يا رب. هنا بقى أنا عملت كيكة الليمون دي يا جماعة، أنا عملتها يعني عملتها مثلا امبارح، ورجع ابن طلبها، رجعت عملتها تاني، قال لي لا كررها يا ماما لأن الكيكة دي جميلة قوي. كيكة الفانيليا، لا هي مش كيكة الليمون، هي كيكة الفانيليا، كيكة بالفانيليا، بس أنا حاطة فيها عصير ليمون برضو. احنا عملنا هنا 2 دي يا بنات، وباكو كيك شيف، وشوية كده كانوا عندي نص باكو، حطيت منه كمان شوية مش كله برضو، يعني على 2 الباكو بيبقى حلو، انا حطيت كمان يجي نص معلقة صغيرة من الباكو اللي كان عندي المفتوح، وحطين 4 حبات بيض و2 دقيق، حاطة 3/4 زبدة على زيت، يعني زيادة على نص كوباية حاجة بسيطة، و3/4 سكر،
وفانيليا طبعا وعصير ليمون. كيكة جميلة أوي، طالعة في منتهى الجمال. صراحة بنحب كيكة، يعني أكتر كيكة يحبها اللي هي بالفانيليا دي، كيكة الفانيليا. بندهن الصينية كده، بندهنها سمنة أو زيت أو زبدة اللي متاح عندنا، وبنحط لها رشة دقيق وبنرجع ننفضها كده، وبنحط فيها الخليط بتاعنا. طبعا هي أهم حاجة الخليط اللي في الخلاط يا بنات، عشان تاخدوا كيكة جميلة أوي 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 وهشة أوي، وما فيهاش تفرغات ولا فيها يعني حاجة كده. نضرب الخليط السائل، وكوباية حليب، كوباية حليب أو علبة زبادي. أنا حاطة كوباية حليب، والمكون طلع مظبوط جدا. عايزين كيكة جميلة قوي يا جماعة، هشة وجميلة وخفيفة، وطعم النايت الجاهز دي والله العظيم هي كانت زي النايت بالظبط، اللي هو الجاهز اللي دي جميلة جدا جدا. شايفين من كتر ما هي الزبدة عطيالها كده تحمير حلو، طالعة كده خدت وش، والله ما تولع لها من فوق خالص، ما تولعلاش من فوق. بس انا عندي الفرن بتاعي يعني بيحمر من فوق من غير ما اولع يعني. كيكه جميله قوي، اعملوها يا بنات، جميله قوي قوي. بقول لكم زي النايطي يعني، زي ملمسها. شايفين السكينه بتجري فيها ازاي؟ تقولوا نايطي كده، ما تقولوش ان هي معموله في البيت. اعملوها بنفس المكون، حلوه قوي. وبس انا زعلانه يا جماعه، برضو المشاهدات عندي لا ضعيفه يعني. انا بقالي 5 سنين على اليوتيوب يا جماعه، والله 5 سنين انا ما خدت منه لسه ولا قبضت ولا مره والله من اليوتيوب. مانيش عارفه يعني. بنعمل لكم حاجات جميله، حاجات جميله قوي قوي بصراحه. شايفين الكيكه عامله ازاي، ملمسها عامل ازاي؟ شايفين ما فيهاش تفرغات كده، وملمسها ناعم زي النايت بالظبط. تحفه بصراحه، جميله قوي قوي. اعملوها يا بنات، وما بتاخدش دقايق يعني. لو جاي لكم حد وهتقدموها مع الشاي هتقوموا تعملوها، ما بتاخدش دقايق. بتعملوها في صينيه حلوه مفروده زي ما انا عاملاها كده، استوت على طول. هقول لكم ما كملتش تلت ساعه في الفرن، ما كملتش تلت ساعه واستوت. ونحطها على الشبكه في النص على 180، وطالعه في منتهى الجمال زي ما انتم شايفينها كده. كيكه جميله قوي قوي، كيكه عاديه بالفانيليا بس كده، ما فيهاش اي نكهات تانية، وفي منتهى الجمال. انا عملتها قبلها بيوم زي ما قلت لكم، وصورتها فعلا عشان انزلها. وما عملت التانية قلت انا هنزل الاتنين. دي التانية هي يا جماعه، دي اللي انا عاملاها الاولانيه بقى. انا خدت بس حته من الفيديو الاخراني، هي نفس الكيكه بالظبط ده، بس دي معموله في صينيه مختلفه، بس نفس الكيكه ما فيهاش تفرغات كده، ناعمه جميله حلوه قوي قوي بصراحه. اهي شايفين الليمونه، عصير ليمونه او ليمونتين بيخلوا الكيكه بيضه، وبيدولها طعم جميل، وما تحسوش ان هي فيها بيض يعني. تقولوا ان هي مش معموله ببيض، تقولوا معموله من غير بيض، ما فيهاش اي ريحه بيض نهائي نهائي. من ايه بقى؟ من الليمونتين والفانيليا. شايفين الكيكه ملمسها عامل ازاي؟ هي نفس المكون. دي برضه كنت عاملاها كوبايتين دقيق، ونفس المكون 4 حبات بيض، نفس المكون بالظبط. بس انا خلفت الصينيه، لما جيت اعمل تاني خلفت الصينيه. حطوا لنا لايكات كتير، شيروا لنا الفيديوهات، جزاكم الله خير. اللي يعرف يشير لنا الفيديوهات يشيرها. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.